السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في يوم جديد وفيديو جديد. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. النهارده بقى جايه لكم بوصفه عالميه، وصفه تحفه جميله قوي. وهنعمل النهارده حاجه كده يعني زي ما انتم شايفين بتتكلم عن نفسها. هنعمل بريوش او هنعمل دنش او بصوا، المهم ان هي مخبوزات في منتهى الجمال وطعمها كده تحفه، وكله بقى كوم وشكلها كوم تاني. هنعمل النهاردة شكل القمر يعني الحلو ده بطريقة بسيطة، يبان ان هو يعني فيه شوية تكات كده، ولكن هو ابسط من البساطة. سهلة قوي. تعالوا بقى نشوف العجينة ونشوف الحاجات الحلوة دي احنا عملناها ازاي بطريقة ولا اسهل من كده. معايا بقى 3 كوبايات من شرش الجبنة، الجبنة القريش اللي احنا كنا عملناها مع بعض زي ما قلت. هي دي اللي انا بستخدمها بستخدم الشرش بتاعها في المعجنات طبعا، وبتطلع احلى معجنات. هنزل عليها بمعلقة كبيرة خميرة فورية من بداية الاكل، وهنزل عليها كمان ب3 معالق سكر. بعد ما نزلت بالسكر بقى هبدأ ان انا اقلب بقى المكونات دي اللي هي الشرش اللبن الدافي. طبعا لازم يكون دافي علشان الخميرة والسكر والخميرة، اقلبهم كده مع بعض كويس. وهنزل بربع كوباية من الزيت، ربع كوباية بس، وهتديني نتيجة ان شاء الله في منتهى الجمال. وهنزل بقى بمعلقة واحدة من السمنة، طبعا ده اختياري، لو انتي مش حابة تحطي المعلقة دي متحطها. وهنزل كمان بمعلقة صغيرة من الفانيليا، لو عندك فانيليا بودر يبقى افضل كمان. ورشة الملح، يعني كلها مكونات بسيطة اوي. هدوب بقى كل الحاجات دي كده مع بعضها. طبعا السمنة يعني هتدوب كده في اللبن، لان اللبن بتاعنا دافي الى حد ما، فهتدوب كده معانا بسهولة. هنزل بقى بالدقيق بتاعي. انا عاملة يعني ال3 كوبايات دول خدوا مني 6 كوبايات دقيق، ولكن تقدري تعملي نص الكمية عادي، مفيش اي مشاكل. بس طبعا هبدأ بقى ان انا اقلب كده. يعني انا فكرت تاني بالمقادير، حطيت 3 كوبايات من شرش الجبنة او 3 كوبايات من اللبن، وعليهم معلقة خل او ممكن مية وزبدية. يعني ممكن المقدار وتحطي زبدية وما تعمليش لبن خالص لو انت ما عندكيش. وهنزل عليهم بمعلقة كبيرة سكر، معلقتين كبار، من معلقتين ل3 كبار سكر، معلقة كبيرة خميرة فورية، رشة ملح، ربع كوباية زيت، معلقة سمنة اختياري، فانيليا. وهبدأ بقى نزلت بأول 3 كوبايات دقيق، وهنزل بالتلاتة التانيين كده واحدة واحدة لما العجينة تتلم معايا. هبدأ بقى كده ألم بالمعلقة، وفي الآخر هاخد العجينة دي كلها ببعضها وهعجنها زي ما احنا متعودين. زي ما قلتلكوا لو مفيش عندكوا شرش الجبنة ده تقدروا تعجنوا بمية وفيها ويعني لو عايزين نفس المقدار يبقى 3 كوبايات مية فيهم معلقتين لبن بودرة، أو لو مفيش لبن بودرة خلاص وتقدري تعجنها هتديكي نتيجة ان شاء الله زي الفل. أو زبدية من اللي هي الصغيرة اللي هي ب2 جنيه ونص ديت، مع كمية المية ومعلقة خل هتديكي برضو نتيجة جميلة اوي. طبعا أنا بقول بدايل وبقول يعني بقول اختيارات علشان ما توقفيش نفسك على حاجة. العجينة بقى اتلمت كده وهتديني شبه عجينة كده ملمومة. هبدأ بقى ان انا كده اشتغل بايدي، طبعا لان هحس قوام العجينة بايدي علشان ابقى عارفة هي محتاجة مية ومحتاجة دقيق مظبوطة.
ولو انت عندك عجان طبعا تقدري تشتغلي في العجان عادي، مفيش اي مشاكل. ولكن انا بعجن معاكم كده على ايدي علشان طبعا زي ما بقول في كل فيديو تعرفوا العجينة وصلت لايه وملمسها الى حد ما عامل ازاي. سهلة جدا وبسيطة والله يا جماعة. المعجنات أنا واحدة ما كنت يعني ما كنتش بحب المعجنات وكنت بخاف منها وما كنتش بعملها. بقيت ما شاء الله يعني المعجنات دي يعني يعتبر بالنسبة لي كده أسهل حاجة بعملها في المطبخ، هي مبتاخدش مني أي وقت. وما شاء الله يعني وأنا بعجن كده بحس بمزاج يعني. الحاجة طبعا لما بتحبيها وبتختميها من قلبك أو بتعمليها وانت فرحانة بتحبيها وبتطلع معاكي ما شاء الله يعني نتيجة مرضية 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 جامد يعني. فطبعا لو اللي انا عايزه اوصله يعني ان الواحد كده لو ما خافش من الحاجه كده وحبها بياخد نتيجه منها ان شاء الله في منتهى الجمال. لميت بقى العجينه وكل الكلام ده زي ما انتم متعودين عليا. هبدأ بقى اشيل العجينة كده احطها على البار وافضل بقى اعجن كده رايح جاي رايح جاي لما يعني امسك عجينة كده لينة عاملة زي الملبن في ايدي ومظبوط. طبعا انا بحط العجينة على البار وبعجن بقلب جامد لان البار مغسول كويس جدا ونضيف ومتنشف قبل ما ابدأ اصلا شغل في العجين. تمام. ولو انت عايزة تعجنها على مفرش سيليكون يبقى براحتك برضو. ولكن انا بحب دايما العجين كده على سطح املس كده مفيش حاجة تلزق في العجينة ولا كل الكلام ده. وهو بالنسبة لي احسن حاجة الرخام. او لو عندك طبلية بقى وتحطيها على الارض. وطبعا احسن عجين يا جماعة بيتعجن في الخشب يعني احسن عجين تعجنيه على الخشب. فلو انت عندك بقى طبلية كده وحطيتيها وعجنتي هتديكي نتيجة احسن من الرخامة كمان مليون مرة. ولو انت بتحبي تعجني في بولة تمام. زي ما انتوا شايفين العجينة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مش يعني بتتكلم عن نفسها. بيضة وناعمة وطرية ومفيش فيها تشققات. شوفوا اصلا ايدي طبعت في العجينة ازاي. ما شاء الله. وكل ده والله يا جماعة يعني ربع ساعة كده او 20 دقيقة هتديكي نتيجة ان شاء الله في منتهى الجمال. سبتها بقى بعد ما خمرت. طبعا طريقة التخمير قلتلكوا عليها قبل كده. هنولع مثلا فرن ونطفيه ونحط العجينة فيه. شوية مية دافيين تحت العجينة. هنحط مثلا واحنا بنطبخ كده. ودي الطريقة يعني اللي انا يعني معتمداها على طول مثلا كده وانا بعمل المعجنات. وانا بحضر الغدا والمعجنات بتخمر جنب الاكل عادي جدا وما بتضطرنيش اولع الفرن ولا كل الكلام ده. ولكن المتوفر عندك او اللي انت حابة تعمليه. هبدأ بقى اقطع العجينة بتاعتي وهجيب الميزان زي ما انتم متعودين برضو. انا عايزة اظبط الى حد ما الكورتين يكونوا شكل بعض فهستعين بالميزان شوية لان هو بيظبط. بتأكد ان الحاجة تسويتها يعني لو في بريوش واحد استوى ويعني بفتح عليهم كده الفرن بيبقوا ما شاء الله كلهم خدوا لون واحد وكلهم مستويين نفس السوا. فده طبعا نتيجة ان التقطيعة كلها مظبوطة ومفيش حاجة مستوية وحاجة لا. ده نتيجة ان التقطيع كله مظبوط. فانا هظبط القطعة بتاعتي على 45 جرام زي ما انتوا شفتوا. وهبدأ بقى بعد ما قطعت الكور كلها بس علشان ما اطولش معاك الفيديو هبرم من النص. اللي هاخد كده كل كورة ابرمها من النص واسيب الطرفين الى حد ما تخان شوية او عاملين إيه يعني كده مفحلين شوية كده من الاطراف. وهقول لكم طبعا كل ده ليه. بس ما اعمل معاكم كده التانية على طول. هبرم بقى كده من النص ايدي في النص والطرفين تخان ايدي في النص والطرفين تخان علشان تديني النتيجة او تديني شكل الحمامة الجميلة اللي انتوا شفتوها دي بطريقة سهلة قوي وبسيطة. هبدأ كده ابرم. وطبعا الاتنين يكونوا قد بعض والاتنين نفس المقاس وكل الكلام ده طبعا احنا متفقين عليه علشان تطلع نتيجة مظبوطة. هبدأ بقى ابرم كده من النص كويس. وهبدأ ان انا اعملها على شكل 8 لتحت. بس 8 بقى ايه يعني 8 الراس بتاعتها مفرودة شوية. تمام. طبعا انا بظبط اهوت قاعدة بظبط فيها علشان بس ايه ما تتعوجش. وطبعا العجينة بتاعتي ما شاء الله لينة وتحفة. ما تلزقش في بعضها وتبقى دي كده حتة عجينة تضطرني اقعد اشكل فيها واقعد اعمل فيها تاني. هبدأ بقى احط التانية عليها كده. يعني احط التانية عليها عكسها وادخل الطرفين من الحتة دي. هعمل معاكم كمان واحدة تانية علشان ايه يعني تكون الشكل بالنسبة لكم اوضح شوية. هبدأ بقى كده اظبط فيها. هعمل شكل الراس. هعمل شكل الراس كده او ال يعني البق كده بتاع الحمامة. وطبعا هشكل العينين بتاعته بشوكولاتة شيبس لونها بني.
طبعا تقدري تجيبي اللي هو الكرات الكريسبي بيكون بالشوكولاتة. تقدري برضو تحطيها، هتديكي برضو نتيجة تمام وزي الفل. المتوفر عندك تقدري تشتغلي بيه. طبعا هي دي اللي بتخلي الوصفة دي لحد ما تبان كده ويكون شكلها حلو. يا ريت ما نستغناش عنها، علشان كده تدينا شكل وكأنهم يعني ما شاء الله حمام طبيعي، يعني مش مخبوزات ولا حاجة. هبدأ بقى كده ان انا اشكل كده والاتنين يكونوا جنب بعض، كل راس عجينة كده هحط فيها اتنين. وهبدأ بقى ان انا اشكل الرجلين بتاعتهم يعني هجيب مقص كده وهعمل ابدأ ان انا اقطع الاطراف كده بتاعتهم، بس مش عارفة هي ما جاتش ليه بصراحة في الكاميرا. انا كنت بعمل وفاكرة ان هي يعني الكاميرا بتصور وكل ده. بس اكتشفت يعني ان كانت ايدي مرفوعة فوق التليفون بشوية حلوين يعني. فمعلش بقى سامحوني، هو المقص بس. وهنقصقص العجينة، يا ريت ما تعملوش بالسكينة لان السكينة هتشنشرهم كده وتبوظهم، لان انا جربت بيها برضو. انما المقص كده شوفوا بيقطع كده قطعات متساوية وما شاء الله، يعني سبحان الله اكنها يعني حقيقية مش عجين ولا حاجة. اقطع بقى واعمل واحدة كده يعني عكسها شوفوا كده. يعني بتهيألي الصورة دي واضحة شوية عن الصورة اللي هي التانية. تمام. كده يعني عكس عكاس كده، وهبدأ ان انا احط دي ادخل دي في الفتحة الصغيرة دي، ادخل الطرف ده والطرف ده. بس ادخل بقى الطرف ده والطرف ده، وهبدأ ان انا اعمل برضو. لو انتم ملاحظين الحتة اللي انا بظبط فيها دي جت طويلة شوية. ودي برضو بتقول لكم ان يعني عايزه اوصل لكم ان المقاس يكون قد بعضه، عشان ما تغلبكيش كده او ما تكونش واحده طويله وواحده صغيره تبوظ لك الشكل. ولو انتم ملاحظين في الراسين دول، راس صلبه نفسها كده اللي هي ناحيه المعجنات، والراس اللي هي ناحيتي كده بتلاقيها يعني آه، طويلة شوية أو يعني نازلة كده شوية. طبعا دي في التخمير هيكون شكلها مش ألطف حاجة، فأنا عدلتها. فاللي أنا بقول وصله لكم إن تكون الراس كل الحمام اللي تعملوه أو كل المخبوزات اللي تعملوها تكون ماسكة نفسها زي ما انتوا شايفين دي كده، اللي هي ناحية المعجنات دي الراس دي ما شاء الله ماسكة نفسها. إنما التانية دي شوفوا أصلا سايبة نفسها شوية، ولكن ده مع التخمير بتحس إن شكلها مش لطيف. فانا رأيي طبعا ان يكونوا حلوين كده ويكونوا ماسكين نفسهم ومش يعني ويكونوا مظبوطين. اخلص بقى كل الكمية دي كلها مع بعضها علشان بس ما اطولش معاكم الفيديو، وابدأ بقى ان أنا اقصقص بالمقص زي ما انتم شايفين. طريقة سهلة أوي بسيطة. لو انت عايزة تعمليها بسكينة يبقى انت برضو تمام وزي الفل. اللي متوفر عندك يا حبيبتي تقدري تشتغلي بيه، مفيش اي مشاكل. هبدأ بقى احطهم وما تخمرهمش كتير قبل ما تدخليهم الفرن. شوفوا انا عملتها بقى كده الكمية بتاعتي. ودخلتها الفرن كده على درجة حرارة 200، مش 200 علشان طبعا احنا لافين كذا لف المعجنات تستوي من جوه كده وتديني لون كويس. تمام. هبدأ بقى اظبط المعجنات دي بتاعتي بايه، اوديلها اللون الحلو اللي انتوا شايفينه بايه، بسيرب تقيل شربات يعني تقيل او عسل ابيض. عسل ابيض طبعا عليها وهي سخنة كده علشان يسيح واديني كده شكل مظبوط يعني تكون هي لسه سخنة يعني لسه طالعة من الفرن علشان العسل يسيح عليها على طول. والله يا جماعة ادتني طعم انا مش قادرة اوصف لكم على حلاوتها وجمالها وهشتها من جوه. هشة بطريقة فوق ما تتخيلوا، يعني هي هشة بطريقة جميلة، وتحس ان هي طبقات في بعضها مش مستوية، لا ده مستوية يعني حاجة كده قطن، يعني هي مش عجين بجد. طعمها في منتهى الجمال. هبدأ بقى خلصت دهان بقى كل المخبوزات بتاعتي زي ما انتوا شايفين شكلها تحفة تحفة تحفة. مش محتاجة اي حاجة غير كوباية شاي وتبقى كده يعني تمام وزي الفل. وانا اوعدك ان لو ولادك ما بياكلوش المعجنات وشافوا الاشكال الجميلة ودقوا العجينة ديت مش هيبطلوا ياكلوها على ضمانتي. ولو وصلت معنا في الفيديو لحد كده ما تستخسريش فيا اللايك، لان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو طبعا فضلا وليس امرا. لو الفيديو عجبكم ما تعملوا لايك، ولو انتي ما اشتركتيش في القناة تشتركي وتشيري كده الفيديوهات دي لاصحابك ولحبايبك ان شاء الله علشان نكبر مع بعض. زي ما انتوا شايفين شوفوا
العجينة من جوه عاملة ازاي. والله العظيم يا جماعة حاجة بجد بجد ممتازة، مش محتاجاني اقول في حقها اي حاجة، لان هي بتتكلم عن نفسها كشكل بقى وكلون وكل حاجة، والطعم انا متأكدة انه هيعجبكم لو مشيتوا بنفس المقادير وبنفس اللي انا قلت عليه. وطبعا انا قلت على البدايل لو اي حد ما عندوش المكونات اللي احنا استخدمناها. سهلة جدا وبسيطة وشكلها تحفة تحفة في منتهى الجمال. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لي لايك زي ما قلت لكم. وتجربوا كده المعجنات، يعني حاجة تبسطني لو جربتوا الحاجات ديت وبعتوها لي. اكون يعني مبسوطة جدا. ويا رب بقى تجربوها. شوفوا اصلا، شوفوا العجينة عاملة ازاي من جوه، انا فرحانة جدا، فرحانة بالعجينة دي فرحة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله.